بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. لما بنتكلم عن الأمراض النفسية، طبيعي اللي بيجي في أذهاننا جميعا إنه عادي هيجي للرجالة وللستات وللأطفال وللمراهقين، بنات وولاد، والكلام ده حقيقي. لكن العلماء لما جم بقى يفحصوا الأمر ده ويشوفوه بشكل ويدرسوه بشكل أعمق وبشكل علمي، ظهرت فجوة كبيرة، وهي إن هم اكتشفوا إن النساء والفتيات هم الأكثر عرضة والفئة اللي بتتأثر بكتير وبتصاب بالاضطرابات أكتر بكتير من الرجالة. على سبيل المثال، منظمة الصحة العالمية أشارت إن معدل الاكتئاب عند النساء والفتيات يعادل تقريبا ضعف المعدل عند الرجالة، وإن السيدات أكثر عرضة للإصابة باضطراب القلق العام واضطراب ما بعد الصدمة. ودراسة كمان قالت إن إصابة النساء والفتيات بتعادل واحد أمام كل 5 نساء بيعانوا من أعراض اكتئابية في مرحلة ما من حياتهم، مقارنة ما بين الرجالة 1:10 رجالة. يعني الستات والبنات 1:5 والرجالة 1:10. السؤال المهم هنا، ايه اللي بيحصل وليه ده بيحصل؟ هل في عوامل بيولوجية زي مثلا التغيرات الهرمونية اللي بتمر على المرأة في مثلا فترات مختلفة من عمرها، زي البلوغ، زي الحمل والولادة، زي انقطاع الطمس وغيرها؟ ولا السبب ممكن يكون اجتماعي نظرا للضغوط الحياتية الشديدة وتحمل المسؤولية الكبيرة اللي بيقع على عاتقها، خصوصا لو كانت هي مرأة معيلة وبتتحمل كل المسؤولية كاملة؟ احنا قدام موضوع مش علمي فقط، ولكن هو موضوع إنساني واجتماعي بامتياز. هو موضوع بيمس نص المجتمع بشكل مباشر، وبيمس نص المجتمع التاني بشكل غير مباشر، لأنها الأم أو البنت فيما بعد بتربي النص التاني من المجتمع. علشان كده خلونا نفتح الملف ده النهاردة ونسأل ليه النساء والفتيات هم الأكثر عرضة للأمراض النفسية، والعلم بيقول ايه، مع ضيفتنا اللي مشرفانا الدكتوره دعاء الاختيار، مستشار الصحه النفسيه. السلام عليكم واهلا ومرحبا يا دكتوره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا ندى، أهلا بكم. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه موضوع ان النساء هم الاكثر عرضه للاصابه بالامراض النفسيه والاضطرابات النفسيه امر مزعج جدا وبيقلق كتير من النساء، واكيد اي حد هيسمعه هيتضايق، خصوصا من النساء او البنات. فخلينا نتكلم الاول عن الدراسات اللي بتقول ان النساء والفتيات هم الاكثر عرضة للاضطرابات النفسية، وايه الارقام وايه الاحصائيات اللي بتؤكد الكلام ده. شوفي يا ندى، احنا لازم نفهم هي ليه الستات أو الفتيات هم أكثر عرضة للاضطرابات النفسية. نتيجة إن إيه؟ إن البني آدم مننا يا ندى بيبقى متكون مش من جسم ولحم يعني بدن خارجي وفقط، لأ، هو بيتكون من روح ومشاعر وأفكار وخبرات. المشاعر والخبرات والتنشئة الاجتماعية السابقة والتجارب السابقة اللي بيمر بيها البني آدم بتغير في كيمياء الجسم مع مرور الوقت. بالإضافة بقى إن الفتيات والستات أصلا هرموناتهم متلخبطة مع مختلفات العمر، يعني هنجيلها بعد شوية، هشرح لك كمان شوية. مع كل فترة عمرية بتمر بيها البنت أو الست الهرمونات بتاعتها إيه؟ بتتلخبط، يعني بيحصل فيها مم. خلل هرموني. ففي دراسات اثبتت ان الستات اكثر عرضه للقلق العام. واحنا دايما بنقول القلق هو الاب الروحي لكل الاضطرابات والامراض النفسيه، اه يعني ان اه. القلق بيطلع منه الاكتئاب، بيطلع منه مم. الوسواس، بيطلع منه الفوبيا، بيطلع منه اضطراب المثاليه، ما دام موجود قلق، يعني فاهماني مم. ازاي؟ فالدراسات بتقول ان الستات اكثر عرضه للقلق العام 2:1 اكتر من من الرجاله. هي النسبة كبيرة، بس مم. لما جينا نبص بقى، يعني النظريات اللي مبنية على المسألة دي قالت ممكن كمان الرجالة ما بتبقاش أكتر شكوى، يعني ممكن يكون عندها بعض الاضطرابات النفسية لكن ما بتلجأش للشكوى. الستات
هي اكثر ناس بتلجأ للشكوى، واكثر مم. ناس بتروح للاخصائي النفسي والدكتور النفسي وتقول انا مم. تعبانه، انا مش مظبوطه دلوقتي، انا كنت كذا وبقيت كذا. لكن مم. في كتير من الرجاله بتعتبر ان الاذى النفسي او الاضطراب النفسي هو شيء من الرفاهيه، احنا انه مش ما هنتوجع ينفعش عشان. راجل يشتكي منه، يعني معنى كده ان بالظبط، الدراسات دي ممكن تكون مش دقيقة لعدم بالظبط، بوح الكثير من الرجالة لمعاناتهم النفسية بالظبط، ونظرا للفرق الكبير ما بينهم وبين النساء على طول بتشكي وبتفضفض وبتزعل وبتروح بالظبط، للدكتور، فبالتالي الإحصائيات بنيت على هذا الشكل. بالظبط، طيب بالظبط. خلينا نتكلم على الأسباب يا دكتورة دعاء، وده مم. يعني جل الحلقة النهاردة احنا محتاجين نعرف ايه مم. الأسباب اللي بتخلي النساء والفتيات عرضة كبيرة مم. جدا للأمراض النفسية وللقلق العام مم. ولالاضطرابات، وكل ما مم. نيجي نشوف إحصائية مم. وموثقة ومن منظمة الصحة العالمية نلاقي نسب النساء والبنات في العالي مم. جدا للإصابة مم. بالأمراض النفسية. قولي لنا ايه مم. الأسباب؟ احنا عندنا 3 اسباب يا ندى: مم. اسباب بيولوجيه، واسباب اجتماعيه، واسباب نفسيه. خلينا مم. نبدا بالاسباب البيولوجيه. تمام. ايه الاسباب البيولوجيه اللي بتلخبط لنا القصه عند الستات؟ هي اسباب جينيه، يعني ممكن تكون البنت او الست حامله لبعض الجينات من الام، من الاب، من عيله الام، من عيله الاب، تحمل بعض الجينات اللي بتقول انها عندها اضطراب، يعني العيله دي عندها اكتئاب مثلا، العيله دي عندها قلق، العيله دي موسوسه. اه فوارد ان الجين يكون عندي انا كواحده مم. ست، واخده بالك؟ يبقى اول حاجه تمام. ممكن يكون جينات. تاني حاجه ممكن يكون لخبطه هرمونيه. لخبطه هرمونيه نتيجه انا باخد ادويه مثلا ملخبطه لي الهرمونات. في بعض مم. الادويه بيبقى اثارها الجانبيه هي لخبطه الهرمونات. بالتأكيد. الستات اكثر عرضه للخبطه الهرمونيه لانها اكثر اصابه مثلا بالغده الدرقيه مم. عن الرجاله. والغده الدرقيه اصلا لوحدها دي موضوع، يعني دي عايزه لها حلقه لوحدها اساسا، يعني دي لوحدها قصه يعني. فلو اه. اصيبت بها المراه الدنيا عندها بتتلخبط. ممكن مم. يكون عندها شويه تكيس في المبايض، غدد، ما هي المبايض غدد، لخبطت عندها القصه. فاحنا مم. الجزء البيولوجي بيبقى لخبطته بسبب ايه؟ هرمونين اساسيين، هو الاستروجين والبروجسترون. احنا بنلعب في 2 هرمون رايحين جايين معانا طول الشهر، يا اما طالع يا اما نازل، مش مم. ماشيين زي الرجاله كده بنسب طبيعيه متساويه، لا، مم. احنا شويه فوق وشويه تحت. نتيجه ايه بقى؟ نتيجه طمس، نتيجه دوره متغيره، نتيجه ما قبل الدوره واضطرابات ما قبل الدوره والمود المتغير ما قبل الدوره، نتيجه حمل. الراجل ما بيحصلوش لخبطه عشان ما بيحملش، نتيجه ولاده. فقره الولاده نفسها دي موضوع، يعني طبعا طول الاسبوع اصلا طول بتاع الولاده. الحمل في اكتئاب حمل وفي اكتئاب بعد الولاده وفي فطام. الحته دي احنا لازم نقسمها ل3 مراحل. مرحله الحمل لوحدها دي قصه، مم. مرحله الولاده فقط، الولاده فقط يعني دي لوحدها مرحله، دي موضوع، دي كفيله. الولاده لوحدها تلخبط الدنيا كلها، يعني حتى لو ولاده سيزيريان على فكره. ما مم. بعد الولاده اللي هي فتره النفاس وان الهرمونات بتاعت الجسم ترجع تاني لحالتها الطبيعيه، دي قصه ثالثه بقى. يعني احنا عندنا في 3 مراحل حقيقه معقده جدا. بعد مرحله الولاده اللي هي احنا بنسميها مرحله النفاس، بنخش في مرحله رابعه بقى اسمها مرحله الرضاعه. تمام. ومرحله تمام. الرضاعه برضو بتلخبط لنا الهرمونات. فاحنا اللخبطه الغير مستقره اللي بتمر بيها المراه ديت من الناحيه البيولوجيه، بتلخبط لها هرمون الاستروجين والبروجسترون طول الوقت. بتاثر، اول حاجه بتاثر على ايه؟ على الدوبامين. طبعا اساس. لسه اهو بنقول بسم الله الرحمن الرحيم على الدوبامين. فدي اول عوامل اللي هي العوامل البيولوجيه. عندنا العوامل الثانيه اللي هي العوامل النفسيه. ايه العوامل النفسيه ديت؟ الستات يعني اوفر ثينكينج اكتر من الرجاله، بتفكر في التفاصيل، عندها التفاصيل. ايوه، بتفكر في التفاصيل، عندها تفكير مفرط جدا، ما تنامش الليالي بسبب كلمه اتقالت. الراجل يعني غلبان وعلى الله حكايته جدا، يعني ركزش انا ما اعرفش بيخش السرير ينام في ثانيه بيشخر وخلاص دخل في الاحلام ولا في دماغه، يعني عالم جميله. فاحنا دماغنا ده عامل مشكله، يعني عامل لنا مشكله نفسيه. أيوة. كمان أيوة. الستات مظهرها الخارجي بيفرق معاها اكتر من الرجاله. يعني شكلي الخارجي، وخلي بالك هي بتتاثر خارجيا اكتر من الرجاله. يعني الستات شكلها الخارجي متغير اكتر من الرجاله نظرا لايه؟ حمل بقى وولاده ومش عارفه ايه، بيبان انا تخنت، خارجيا، انا خسيت، انا اسمريت، انا ابيضيت، انا مش عارف، كل الكلام ده بيفرق معاه وبتدقق فيه. بالظبط.
كده يعني. العامل الثالث اللي هو العوامل الاجتماعيه، والحقيقه احنا المجتمعات الشرقيه وخصوصا المجتمع المصري مش مقصر، بيصدر لستات شويه معايير تجيب لها يعني اكتئاب وقلق وكل حاجه. لو انت غير مرضي عنك الا لو، لازم إلا لو. لو ده بقى تسمعي بقى الا لو ايه بقى، عملتي كذا وكذا وكذا وكذا، وشاطرين قوي في التصنيفات. فانت لازم تخرجي بره التصنيفات والا تتصنفي، ولو اتصنفتي هتخشي جوه وصمه المجتمع. وصمه المجتمع انك عانس، انك مطلقه، انك بتشتغلي بالظبط. شغل بالليل. فوصمات المجتمع كل دوت بيعمل لها مشاكل واضطرابات نفسيه. ويحطوها في فاحنا دايره عندنا الناس هتقول العوامل، عليكي ايه، الناس هتقول عليكي الناس ايه. والمعايير بقى اللي حاططها المجتمع. انت غير مرضي عنك، مثلا المجتمع المصري او المجتمع الشرقي بيقول لك ايه، البنت البيضاء احلى من البنت السمراء. فانت لو بنت سمراء عيني هتعيشي معقده طول عمرك طول مثلا. عمرك اللي بالظبط. واللي شعرها بالذات للبنات اللي اصغر، اللي شعرها ناعم هي دي جميله، اللي مثلا شعرها كيرلي دي بالظبط لا دي وحشه جدا، وبيقعدوا يقولوا بقى حبه تعيش بقى يا مصطلحات عيني. وحاجات صعبه. تعيش يا عيني في المعاناه بتاعتها ديت، خايفه، مع ان هي ممكن تكون جميله بس هي غير مرضي عنها لمعايير مجتمعيا اصلا يعني. مغلوطه في المجتمع. بالظبط مم. بالظبط بالظبط بالظبط. تمام. طيب احنا شفنا مع حضرتك ابرز واهم الاسباب، وحضرتك اجملتيهم في 3: اسباب بيولوجيه واجتماعيه ونفسيه. طيب احنا دايما بنتكلم عن ان الوقايه خير من العلاج. طيب احنا عايزين نعرف ايه الاعراض اللي ممكن تظهر على اي سيده او على اي فتاه تدل ان هي داخله في اكتئاب، داخله على اي مرض نفسي ايا كان. ايه ابرز الاعراض اللي المفروض تلفت الانتباه واللي احنا المفروض ننتبه ليها، سواء بقى كمقربين او كاهل او كأب وام؟ وهل الاعراض دي بتختلف من سن لسن، من مرحله لمرحله، ولا لا؟ صحيح بتختلف طبعا، بس اهم الاعراض العامه، خلينا نتكلم في الاعراض العامه وبعدين نتكلم في الاعراض المرحليه المناسبه لكل عمر. الاعراض العامه: خلل النوم. اول ما يحصل خلل نوم لازم احنا كمحيط نبدا ناخد يعني هايلايت كده ونشوف لا دي في حاجه مش مظبوطه، يا اما بتنام كتير قوي يا اما بتنامش خالص، بتقعد مطبقه باليومين 3. ما ينفعش حد من افراد الاسره، عندي بنتي اختي مامتي قاعده مطبقه يومين وانا اقول دي عادي. لا مش عادي يا فندم، ده مش حاجه عاديه، احنا المفروض نروح نساعدها نشوف في ايه. فلو في خلل في النوم احنا نساعدها، هي مش عارفه، هي بتتزحلق دلوقتي فنلحقها. لو حصل خلل في النوم، اضطرابات نوم، او مثلا تصحى من النوم بكوابيس او باحلام مزعجه او بتصرخ، يعني كفاءه النوم وجوده النوم فيها مشاكل. يعني اضطرابات النوم هي من اهم المعايير اللي بتبين لنا ان في حاجه مش مظبوطه. كمان الخلل بتاع الاداء الوظيفي والاجتماعي. يعني ايه؟ يعني مثلا واحده بتغيب من المدرسه طول الوقت، مش عايزه تروح المدرسه، بتغيب من الشغل، او بتروح شغل كل يعني مغيره مثلا في 6 شهور اربع شغلانات. ده مش حاجه طبيعيه، يعني في فتره قصيره عماله مش ثابته في شغلانه، ده مش حاجه طبيعيه. او انها عندها عزله اجتماعيه، بنروح عند فلانه جدتي مثلا وبنتي مش راضيه تروح، كل لما نيجي نخرج ده هي مش عايزه تخرج معانا، قاعده لوحدها طول الوقت في اوضه وقافله على نفسها. يبقى لما يحصل عزله اجتماعيه وانها بتنفر من المجتمع وعايزه تخلق لنفسها يعني زي بلوره كده تعيش فيها لوحدها، لا انا محتاجه اقف وقف. يبقى احنا قلنا معيارين مهمين جدا: اضطرابات النوم والخلل في الاداء الوظيفي والاداء الاجتماعي. دول معيارين مهمين نمشي عليهم طول الوقت. لكن في بعض السمات او الخاصه بكل مرحله. زي ايه مثلا؟ زي مثلا مرحله المراهقه. مرحله المراهقه هي من المراحل المهمه جدا اللي بتظهر فيها معظم الاضطرابات النفسيه. يعني هي الاضطرابات النفسيه اصلا بدايه ظهورها، والامراض مش الاضطرابات كمان، الامراض النفسيه بدايه ظهورها في المراهقه. ليه؟ عشان هرمونات البلوغ، المبايض بتبدا تنشط، بيحصل دوره شهريه. فاول ما بيحصل الخلل الهرمونيه الجديده ديت، لو في اي جينات للاسف في المراهقه. خلي بالكم ان لو المرض ظهر بدري، ركزوا في الملاحظه دي، لو المرض ظهر بدري ده معناه انه مستمر معانا فتره طويله. يعني انا لو اكتشفت مثلا ان في بنت 16 17 لغايه 19 سنه جالها اي مرض نفسي او اضطراب نفسي، لازم نبقى عارفين لا ده مكمل معانا، هي بس الفكره ادارته ازاي. لكن لو جالنا مثلا وهي عندها 40 50 سنه او 30 سنه، لا ده ممكن يكون حاجه عارضه، حتى لو طولت شويه هي حاجه عارضه.
فدي نقطة مهمة. انا ملاحظه يا دكتوره دعاء ان في الكام سنه اللي فاتوا معدل اصابه المراهقين سواء بنات او ولاد للوسواس القهري زادت، وبقيت صحيح. ملاحظه ان كتير حوالينا بيتكلموا عن الموضوع ده وان هم متفاجئين، ما كانش موجود قوي في اوساط المراهقين والمراهقات. ايه السبب اللي يخلي شباب وشابات زي دول يصابوا بوسواس قهري؟ وهل ده معناه فعلا من كلامك بقى ان هو هيفضل معاهم بقى يعني مستمر؟ يعني احنا محتاجين نبقى بقى عايزين نعرف نتعامل معاه ازاي على حد قولك. ايوه ايوه بالظبط. كل ما المرض النفسي بيبدا بدري كل ما بيكون مطول معانا، لو جه متاخر ممكن يكون مرحله يعني ايه وهتخلص، واخده بالك. بالنسبه للقصه بتاعت الوسواس ده عاده بتبقى مكتسبه لو مش جينات وراثيه. يعني لو جين وراثي، يعني الام او الاب او حد من الاسره عنده وسواس، فطبيعي ان الاولاد هيبقى ايه عندهم نفس القصه، لان هم تعلموها اكتسبوها. اما لو مش موجوده في محيط في محيط الاسره دي، فممكن يكون جين وراثي. وخلي بالك كمان من المعايير المهمه جدا اللي بتزود الوسواس القهري، ان احنا كمجتمع بنعلي الستاندر. يعني ايه؟ يعني انا بقول له انت غير مرضي عنك لو مثلا ما جبتش 10 من 10 في كل المواد الدراسيه، فهو قاعد طول الوقت خايف ينام، بيلف حوالين نفسه. انت غير مرضي عنك، انت غير مرضي عنك مثلا لو حجابك مش بالشكل الفلاني، فهي بقى ما بقتش حجابها بس، ده بقى حجابها وصلاتها وضوءها وماشيه عماله حياتها بالشوكه والسكينه زي ما بيقولوا. فانا كل ما بعللها المعايير، يعني بعللها المثاليه، بقول لها انت غير مرضي عنك غير لما تجيبي 10 من 10 في كل الحاجات، الوسواس بيزيد. انا قلقانه، بعللها القلق العام. طبعا بيستحسن ان يبقى في تدخل مبكر، يعني كل ما يبقى في تدخل مبكر كل ما بنقدر ان احنا نسيطر على الموضوع ده بدري. طيب كنت بسألك عن أعراض الإصابة بالأمراض النفسية أو الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية عند النساء والفتيات، فحضرتك قلتي احنا هنتكلم بقى على نقطة إنها بتختلف من سن لسن، يعني تختلف الأعراض في المراهقة عنها مثلا بعد العشرينات، في الثلاثينات وما إلى ذلك. فكلمينا عن اختلاف الأعراض. في المراهقة بيبقى دايما المراهق فارق معاه شكله الخارجي، يعني شكله الخارجي كفيل انه يعمل له اكتئاب او يعمل له بعض الاضطرابات. شكل مناخيره، رجله اللي كبرت، ايديها اللي بقى شكلها مختلف، صوتها اللي بقى غير شكل جسمها هي غير متقبلاه مع انه شكله حلو، ولكنها غير متقبله شكله. شعرها اصطف شويه، ما هو جسمها بيكبر، فلا هي بالنسبه لها كده الدنيا اسودت. فشكله الخارجي بالنسبه للمراهق من اهم الاسباب اللي بتعمل له اضطرابات. هو غير مرضي عنه. ساعات كمان بعض المراهقين بيلجأوا اللي هم بيبقوا عندهم وزن زائد في المرحله دي ان هم يعملوا عمليه تكميم معده او تغيير مسار، ودي حاجه خطيره جدا، ما ينفعش تعمل في العمر ده ابدا، خطر. عندنا بعد كده مرحله اللي هي منتصف العمر، في بدايه الاربعينات، وده بيحصل فيه خلل هرموني. يعني عاده بيبقى الخلل الهرموني سواء طبعا عند الستات يعني، وعلى فكره برضو عند الرجاله بيحصل ازمه منتصف العمر، بس احنا معنيين النهارده بموضوع الستات دوت. معظم المشاكل بتبقى معظم المشاكل في ازمه منتصف العمر بتحصل بسبب لخبطه الطمس وانقطاع الطمس ومرحله ما قبل انقطاع الطمس بقى، والاكتئاب اللي بيدخل في المرحله ديت، وعدم تقبل التغيرات البيولوجيه والفسيولوجيه اللي بيمر بيها الجسم في الفتره ديت، وعدم تقبل الانتقال من مرحله عمريه لمرحله عمريه اخرى. بعد كده عندنا المرحله الثالثه، هي مرحله بقى اللي هو الستين، وعاده بتبقى الاعراض بتاعتها قايمه على العزله الاجتماعيه. يعني في المرحله دي تلاقيهم ان هم اكتفوا بنفسهم، مش عايزين يكلموا حد، اللي هم يعني احنا الحمد لله تمام قوي كده يعني. فعزله اجتماعيه، مش عايز يحتك بحد، شاري دماغه قوي، مش عايزين نقول شكل الاكتئاب بتاع الشباب، ولكن شكل الاكتئاب هنا مختلف، هو ميال اكتر للعزله الاجتماعيه. بالتأكيد. طيب أخيرا في حلقتنا اليوم دكتورة دعاء، عايزة أعرف من حضرتك في أي عمر غالبا بتبدأ الإصابة بالاضطرابات النفسية عند البنات، وهل العمر بيفرق فعلا ولا لأ؟ لا طبعا العمر بيفرق طبعا. معظم الاضطرابات بتحصل في المراهقة، يعني المشاكل بتاعت المراهقة من أول 14 سنة مثلا، من 12 سنة. 12 سنة لو حاملة الجين.
لو حامله الجين بتبدا من 12 سنه. انا كان لسه في عندي حاله كده قريب، البنت كانت 12 سنه وكانت صعبان عليا قوي، يعني الجين ابتدى يظهر بقوه يعني 12 سنه. من 12 سنه معاكي لغايه 21 سنه، دي السن بتاع بدايه ظهور الاضطرابات. طيب الكلام ده لو حاجه جيناتيك بتبان قوي في فتره المراهقه، لكن لو ما ظهرتش وربنا سترها، نخلي بالنا قوي بقى في حاجه اسمها قمم ظهور الاضطراب. ايه قمم ظهور الاضطراب ديت؟ اللي هي الاوقات اللي بيحصل فيها خلل هرموني احنا متوقعينها. يعني مثلا اثناء الحمل ما ينفعش ان احنا نيجي على واحده ست حامل نفسيا، لا يعني يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. فتره الولاده ما نقولش ما خلاص خلصنا، لا ما خلصناش، ده احنا داخلين مرحله ثانيه. فتره الرضاعه ما نقولش ما كل الستات بترضع، انت بتعملي ايه؟ لا يا فندم، دي ماشيه بهرمونات على الله حكايتها، ندعي لها يعني، ندعي لها ونساعدها. فتره ما قبل انقطاع البيريود اللي هي الاربعينات، ما نقولش عادي، يعني نتقبل الظروف المتغيره اللي بتمر بيها المراه في الوقت ده. كمان حاجه مهمه جدا، لما بعد كل ده لو الدوره الشهريه منتظمه الاسبوع اللي قبل الدوره الشهريه، يعني نساعد الفتاه او نساعد الست انها ما تاخدش قرارات في الاسبوع ده، تتجنب الاحتكاك المباشر بعلاقات عميقه في الاسبوع ده عشان ما تبوظهاش. يعني هي لازم تبقى عارفه ان الاسبوع ده بالنسبه لها هي مش في كامل يعني ايه قوتها، فتتعامل على هذا الاساس عشان ما تخربش الدنيا. طب دكتورة دعاء، هل في أمراض نفسية أو اضطرابات نفسية الأكثر شيوعا والأكثر إصابة للنساء وللبنات خصيصا؟ يعني أنت كمتخصصة وكمستشارة نفسية شايفة إن في أمراض بتبقي عارفة إن البنات والستات هم بس اللي بيصابوا بيها؟ مش بس لكن أكتر. مش بس لكن أكتر. إيه؟ القلق العام طبعا، القلق العام جدا، يعني ده حبيب الستات جدا وحبيب الفتيات جدا، القلق العام والاكتئاب. دي حاجات واضطرابات الاكل على فكره. يا اما يعني تقطع اكل خالص يا تزود اكل قوي، او كل الايتنج ديس اوردر. قصه اضطرابات الاكل دي ليها كذا حاجه، يا اما بتاكل كتير يا اما ما بتاكلش خالص يا اما بتاكل وتروح ترجع. يعني كده، يا اما تاكل لغايه ما ترجع. يعني ليها كذا قصه كده. فدول الستات. الرجاله عاده اضطراباتها النفسيه الاكثر شيوعا عندها بيبقى الادمان او الحاجات اللي هي ضد المجتمع، زي مثلا ايه سايكوباتي، ده اكتر للرجاله من الستات. الحاجات اللي ضد المجتمع دي اللي فيها ايه حاجات اجراميه وكده، دي بيصاب بيها الرجاله اكتر من الستات. تمام. طيب دكتورة دعاء، احنا انتهينا، يعني وقت الحلقة انتهى اليوم، ولكن احنا مازال معانا تفاصيل كتير مهمة جدا وتساؤلات محتاجين اجابتها مع حضرتك، خصوصا الجزئية الخاصة ان بلاش تاخدوا ادوية نفسية. الادوية النفسية دي بتضر اكثر ما بتنفع. اللجوء الى الله سبحانه وتعالى فقط هو الشافي وهو المعافي. طبعا الله هو الشافي هو المعافي. وفي نظرية يعني ناس كتير تتكلم عن ان لا ما تدخلش في سكة الدواء النفسي، خليك مع الله وهتشفى. وكل الامور دي احنا محتاجين اجابات شافية عليها وكافية من حضرتك، ولكن باذن الله في الحلقة القادمة. ولكن الان لا يسعني الا ان اشكر حضرتك الدكتورة دعاء الاختيار، المستشارة في الصحة النفسية. شكرا جزيلا على وجودك معنا. في النهاية يا جماعة، الأبحاث أكدت أن النساء والفتيات هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض النفسية والاضطرابات النفسية، ولكن ده مش معناه ضعف ولا وصمة عار عليها. ده معناه أن في عوامل زي ما الدكتورة قالت، عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية هي اللي بتحطها في التعب ده وفي المشكلة الصحية دي. الوعي بالأعراض، طلب المساعدة في الوقت المناسب، وكسر حتة وصمة العار وان انا اتكسف ان انا عندي مشكلة نفسية، هم دول الخطوات الأساسية عشان كل سيدة وكل فتاة تقدر فعلا تلاقي الدعم اللي تستحقه. صحتك النفسية مش رفاهية، صحتك النفسية ده أساس عشان تقدري تعيشي بتوازن. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.